أعزائي المتابعين الكرام، طاب الله مساءكم وأسعد أوقاتكم بكل خير. والآن مع نشرة أخبار النادي الأهلي والرياضة المصرية. النادي الأهلي أنهى مرانه اليوم بحضور كابتن محمود الخطيب لدعم الفريق والدخول في معسكر استعدادا لمباراة فاركو غدا 15/8. وأخبار شبه مؤكدة عن وجود صفقة تبادلية ما بين النادي الأهلي ونادي الجزيرة الإماراتي للحصول على خدمات إبراهيم عادل، اللاعب في عقده شرط جزائي بمبلغ مقدر ب4 مليون دولار. ولا يوجد في عقد اللاعب ما يمنع انتقاله لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجها، واحتمال تواجده مع النادي الأهلي في يناير بنسبة 99%. رسميا إصابة ياسر إبراهيم بتمزق في عضلة الفخذ وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة. النادي الأهلي يعلن عن التيشيرت الثالث للموسم الجديد. وبعد وصول أسامة أبو علي إلى أمريكا للانضمام إلى نادي كولومبوس الأمريكي، النادي الأهلي لم يرسل البطاقة الدولية إلى نادي كولومبوس الأمريكي إلا بعد الحصول على القسط الأول والمقدر بمبلغ 5 مليون دولار، والذي لم يصل إلى النادي الأهلي حتى الآن. غدا تاني مواجهات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نادي فاركو الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي. ورجال يد النادي الاهلي يفتتحوا بطوله كاس الابطال الدوليه بالفوز على نادي بشكتاش التركي بنتيجه 28-27، ومواجهه مرتقبه غدا امام الفريق المجري. ولا صحه لما تداول عن طلب علي معلول اللعب امام النادي الاهلي في مئويه نادي الصفاقس التونسي، وذلك بعد تصريحات سكرتير نادي الصفاقس التونسي والتي جاءت كالتالي: أن المئوية لازالت بعيدة والموسم الكروي بدأ حديثا، ونحن في فترة إعادة بناء للفريق واستعادة الهيبة. اللعب مع الأهلي في مئوية النادي فكرة مرحب بها جدا، ولكن لا صحة لما تداول في وقتنا هذا. أما خارج النادي الأهلي، في منتخب مصر لليد في بطولة كأس العالم للناشئين يخسر أمام نظيره المنتخب الأسباني بنتيجة 31-29، وينافس على المراكز من الخامس إلى الثامن، وتغيير في تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة في الدوري المصري الممتاز. أما داخل نادي الزمالك فحل أزمة أحمد فتوح مع الزمالك واقتراب عودته للتدريبات الجماعية، وعمر فرج يستفسر عن موقفه مع نادي الزمالك وذلك بعد قيده في قائمة الفريق. نادي تشيلسي الانجليزي يمنح مكافأة الفوز بكأس العالم للأندية لعائلة دييغو جوتا مثل باقي اللاعبين، والبالغ قيمتها 500,000 دولار. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن عن مبادرة خاصة لمساندة أطفال غزة، وذلك من خلال 3 جمعيات خيرية. وبكده عزيزي المشجع الكروي والجميل تكون خلصت نشرة أخبارنا النهاردة. فضلا وليس أمرا إن أول نشرة عجبت حضرتك ما تنساش اللايك والفولو الجميل دعما لحبيبك أخوك محمد محسن، ودايما استنى مني كل جديد. سلام يا ريس.